طبختي اليوم غالية على قلبي وقلب كل الدايريين، ثرود البامية على الطريقة الدايرية. هالأكلة معرفة حالها بحالها، ما أتوقع بحدا ما يعرف يعملها. صلوا على الرسول، خلونا نبلش. أول شي رح نسمي بالله، وبدي أسلق اللحمة. هون أنا عم أستخدم لحمة خروف مأخوذة من الكتف والفخذ. رح أغمرها بالمي الباردة وأرفعها على النار. بس تطلع الزفرة أشيلها، ورح أضيف لها حبة من البصل وكم ورقة غار وأتركها تستوي بالكامل. هون بدي أبلش بتزرير البامية. طبعا الله وكيلكم صار لي فوق الشهر عم أدور على البامية الدايرية، وبعد العيد حتى نزلت هون بالشام. وهون بدي أبلش بتقطيع البندورة، تقريبا 3 كيلو من البندورة، تكون بندورة طبخ مستوية. رح أضيف لها ملح وأتركها 10 دقائق لتنزل السوائل. هون رح أطحنها إما بالبلندر أو بالخلاط، أو على الطريقة القديمة تعصروها على إيدكم. أنقلها على مصفاية ناعمة وأصفيها من القشور والبذور. طبعا هاي مو بندورة بلدية، شايفين لونها فاتح، فبدها دبس بندورة. بطنجرة على النار رح أضيف سمن بقري والدهن يلي طلع على وجه اللحم. بعدين رح أبلش أنزل عليها اللحمة. رح أحمس اللحمة مع السمنة بشغلة دقيقتين. رح أنزل عليها كمية زينة من الثوم يكون بصحته، معلقتين من دبس البندورة. رح أحمسهم شوي لتتغير معانا نكهة دبس البندورة. بعدين رح أنزل عليها البامية وأعمل لهم تقليبتين خفيفة. طبعا الله لا يفرجيكم الصدمة على وجه أمي لما شافتني عم أطبخ بهاي الطنجرة. أكلتوا البين نصيب. طلعت الطنجرة صغيرة وجبتوا العيد كالعادة. نزلته هون البندورة اللي عصرناها ومرق اللحم. خلص رح أتركها لحتى تبلش تغلي. رح أضيف عليها معلقة من الثوم المهروس، ورح أتركها لتستوي طبختي. وهون بدي أزبط عيار الملح. بعدين رح أضيف لها شوي من السكر مشان نعادل الحموضة. طبعا هاي الأكلة مو طيبة غير تتاكل بخبز التنور، فرح أثرده قطع يكون حجمها كبار. طبعا بعد ما استوت البامية تركتوها ربع ساعة نص ساعة تتهدى. بعدين رح أبلش أصبها. أول شي رح أشيل الدسم يلي طلع على الوجه. بعدين رح أبلش أشرب الخبز بالمرقة. هاي الأكلة بالذات أنا أحب أكلها من إيدين أمي، الله يخلي لي إياها. حتى طريقتها بالثرد ما تشبه طريقتي، سبحان الله. بعد ما شربت الخبز بالمرقة رح أبلش أضيف له اللحمة والبامية على الوجه. وهون بدي أضيف الدسم يلي شلناه. رح أوزعه على كل وجه الصينية وبس. والله شوفوا ما شاء الله المنظر يفتح النفس. طبعا هالأكلة الطيبة ما تكمل بدون العيران والفلفل الحدة. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. بالعافية علينا وعليكم يا رب.